الله اجركم. خص الفيديو تخليوه باش بحال هاد الناس اللي راهم يجيو يتصوروا مع العدو يفيقوا واحد شويه. السلام عليكم الاخوان. فاش قلت العدو تفرجوا علاش قلت العدو. غادي تفرجوا على هذا الفيديو ديال هذا الاخ اللي سميتو مصباح، تعذب 3 ايام عند الشرطه بلاصيد. تعرفوا اش هي بلاصيد؟ عذبوه بلاصيد وهرسوه من اليدين ومن الرجلين ومن الظهر. وباه فاش مشى عند وكيل الجمهوريه باش يسول على ولده، وكيل الجمهوريه سبه وعايره بكلام فاحش ودفعوه في الكولوار، معلما بانه راجل كبير ونورمالمون وكيل الجمهوريه خصو يكون قاري. هما في الجزائر عندهم وكيل الجمهوريه، احنا عندنا وكيل الملك في المغرب. المهم العدو هو اللي راح حاكم الجزائر. وتبا لك يا تبون، تبا لك. تفرجوا على الفيديو الاخوان. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا مصباح عبد النور ساكن في مسكانة. راني رحت نداوي في السبيطار. رحت نداوي في السبيطار، طاحت عليا الدولة ضربتني، ما فهمتش على والو. دقدقوني وضربوا، ومن بعد عاودوا هبطوني كوميسارية زادوا ضربوني. زادوا دقدقوني في الكوميسارية، حكموني لمدة 3 أيام وانا عندهم في الكوميسارية، ثم هما يعذبوا فيا بالطازير هذيك تاع التريسيت والعصي. في الوقت هذاك كي كنت عندهم انا في الكوميسارية، هبط الاب تاعي عندهم وكيل الجمهورية باش يستفسر على الامر، باش يسقسي عليا وين. سبوا وكيل الجمهورية في الرود في الكروار قدام الناس وزحت. بعد 3 أيام من الحجز هذا فوتوني انا ديريكت باش نشارع. قلت له سيادة الرئيس، قلت له انا ما نشرعش، قلت له حتى ندير شهادة طبية تاعي بلي راني مضروب انا.